ورغم اللي حصل معايا ده كله إلا أن العادات اللي ألزمت نفسي بيها طوال فترة دراستي في أول 3 سنين في الجامعة أكبر تأثير ليهم كان في السنة الرابعة والأخيرة ليا في الجامعة، لما تم اختياري للانضمام لفريق الجامعيين على مستوى أمريكا برعاية مجلة ESPN. كل الهدف من ذكر اللي حصل معايا من لحظة إصابتي بمضرب بيسبول لحد رجوعي للملاعب وتحقيقي لبعض الإنجازات اللي ذكرتها، إني أوصل لك معلومة بسيطة، وهي إني حققت أقصى ما تتيحه قدراتي لي. وعندي إيمان بأن المفاهيم اللي هستعرضها في كتاب العادات الذرية هتساعدك في تحقيق أقصى ما تتيحه قدراتك أنت كمان، لأننا كلنا بنواجه تحديات في حياتنا. لأن إصابتي بمضرب بيسبول في بداية حياتي علمتني إن التغييرات اللي بتبان لك إنها بسيطة وغير مهمة في البداية هتتراكم وتتحول لنتائج مذهلة لو إنك التزمت بيها لسنين طويلة، وده لأن جودة حياتنا بتعتمد على جودة عاداتنا. وده معناه انك لو التزمت بنفس العادات فطبيعي انك توصل لنفس النتائج، لكن لو التزمت بعادات افضل هيكون اي شيء في المستقبل ممكن بالنسبه لك ومفيش حاجه اسمها مستحيل. وكلمه اخيره الكاتب هنا بيقولها ان الاشخاص اللي بيحققوا نجاحات ما بين يوم وليله مش كتير، وبيقول انا شخصيا ما اعرفش الكثير منهم وانا بالتاكيد مش واحد منهم. والطبيعي انه مفيش لحظه واحده بتكون فارقه في حياه شخص معين، ولكن نقدر نقول ان في لحظات كتير ممكن تؤدي لتطور تدريجي وبالتالي سلسله طويله من المكاسب والنجاحات البسيطه بعدها ممكن توصل للنجاح والمكاسب المبهره.